شيخنا الحبيب، كنت حابب ان انا اسال حضرتك بخصوص في دوله اسلاميه اليوم اعلنت عن انها دعت شعبها لعدم عدم ذبح الاضاحي هذا العام في عيد الاضحى بسبب غلو اسعار الماشيه وما الى ذلك. نعم. هل ده جائز لولي الامر او غير جائز مثلا؟ ده سؤال. ليس بجائز لولي الامر ان يصنع ذلك. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الثري يذبح الفقير لا يذبح. هي اعلنت اعلان رسمي لكل المواطنين يعني. ما يلزم المواطنون بذلك. كيف يعني؟ كيف يقال لا تذبحوا الاضاحي؟ الاضاحي نسك من الانساك، الاضاحي نسك عباده. نعم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. صل لربك وانحر لربك. والحمد. فهذا هدم لنسيك، وهدم لسنه عظيمه من سنن الرسول عليه السلام. لا يصلح ابدا مثل هذا الكلام ابدا. والله لا حول ولا قوه الا الله قال في كتابه فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى اصحابه، وما حدث في تاريخ الاسلام كله ان حاكما قال للناس ممنوع الاضاحي. كيف يقال ممنوع الاضاحي؟ كيف يسمح بالسينمات ويسمح بالرقص ويسمح بالطبل والزمر والسفر لدول الكفر بما يبدد ثروات المسلمين، وناتي على الاضحيه العباده النسك الذي نتنسك به الى ربنا ونمنع الناس منه باي وجه حق يقال هذا الكلام. لا حول ولا قوه لو من سلفك في تاريخ الاسلام وانت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ويهدمون سنن الرسول عليه السلام. نسال الله الهدايه والعافيه. اللهم امين. الله يهديهم يا رب. امور غريبه والله، امور غريبه. اي والله. امور غريبه ما ورد في تاريخ الاسلام مثل هذا ابدا. لا اله الا الله. يقول لك ملك البلاد الغى عيد الاضحى. هذا ما اظن كده يا كريم، ما اظن ان يحصل كده، ما اظن عاقل يقول كده. يلغي نفسه، هو يلغي لنفسه، لكن نحن سنعيط في كل مكان بفضل الله تعالى.